ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة تنورين ست الكل، متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى يوم مختلف. مصورة المرة دي تصوير كبير جدا، وحاولت ان انا اسرع شوية من الفيديو وشوية بالمطقم. هنا كنت مقرطفة الملوخية وغسلها جدا جدا، جاية مليانة، مش قادرة اقول لكم مليانة طينة قد ايه. بجد مليانه طينه، عمري ما شفت ملوخيه مليانه طينه قد كده. ومليانه كده حاجه اسمها مش عارفه ايه كده، مش عارفه اسمها ايه، نسيت اسمها. ما علينا. كيلو ملوخيه يا جماعه ب45 جنيه، ليه؟ ليه؟ عايزه اعرف كده، قولوا لي عندكم في الكومنتات الملوخيه عندكم بكام. ماشي. وقولوا لي برضك عايزين ان انا اسجل بصوت كده ولا لما بطلع وبتكلم قدام الكاميرا كده احسن. ماشي. دي حاجه. تاني حاجة بقى، كنت بخرط هنا الملوخية وكنت عايزة اتكلم معاكم وبسكت شوية، فانا على اساس ان انا كنت عامل فيديو قصير. طلع الفيديو خد مني وقت كتير، بس انا كنت عايزة اوريكم كل التفاصيل وكل تركيب في المطبخ وكل حاجة انا بعملها اكني ايه، انتوا واقفين معايا، ومكنتش عايزة افصل الفيديو خالص، بس للاسف لقيت الدنيا طوت معايا وحاجات قصتها وحاجات كتير قوي. عدت عليكم على فكرة، بس مش قوي يعني. لو وصلت لهنا يا قلب اختك، متنسيش تعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش بسرعه يلا انزلي اشتركي وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. أم... هنا في نفس الوقت كنت هنا في نفس الوقت كنت بخرط ملوخيه، وفي نفس الوقت عملت علقت على النار وحطيت شويه زيت زي ما انتوا شفتوا، وكنت بعمل الشعريه. هنعمل حاجات مع بعضينا هنا كده، وحتى كنت عماله اقول لكم بص انا ايدي هنا وايدي هنا، بس طبعا عشان انا اجرى الفيديو وصوتي كمان كان مش باين قوي، فكويس ان انا عملت الايه ال او بص عماله اقول لكم لازم تقلبوا هنا الملوخيه بالطريقه ديت، عشان هتلاقيها ناعمه من تحت ومن فوق لا، فانت هاتي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. فكنت غسلها كويس، وزي ما قلت لكم خرط قرطفتها وغسلتها جدا كويس بالميه، وحطيت لها شويه خل صغيرين وانا بغسلها عشان كميه التينه ديت. غسلتها كويس وقعدت ايه اعملها بالمخرطه كده، وفي نفس الوقت كنت عماله اعمل في اسمها ايه، الشعريه. وكنت جايبه هنا الرز، الملوخيه على ما اعتقد هنا خلصت. بصي بقى، كل ما تيجي تعملي بالمخرطه كده امسكي هاتي شوكه ولا معلقه، شيلي اللي على المخرطه كل شويه، علشان ايه، في المخرطه هيبقى كبير ولزق فيها. المفروض تبقى متخرطه كلها سوا واحد. ونزلت هنا كنت غليت الميه. الميه بقى انا حاطه فيها ايه، عشان دي ملوخيه صيامي. لا انا حاطه ميه هنا، والميه دي خليتها غليت معاها ورق لورا وبصلايه صغيره واتنين مرقه دجاج خضروات، مش اي مرقه دجاج. طبعا الناس الصايمه عارفه الكلام ده، بس بقول لكم هنا ما تحطوش الغطا، عشان الغطا هيسقط الملوخيه تحت ويخليها بقت شوربه. بقت شوربه ملوخيه، مش ملوخيه كده زي ما احنا بنحبها وبنعملها كويسه، تبقى مظبوطه. بصوا خضره جميله ازاي، بامانه كانت تحفه. ولما عملت بقى الطشه، يا خرابي خرابي، لما عملت الطشه مش عايزه اقول لكم على الجمال ولا على الريحه. المهم خلصت هنا وقربت الكاميرا كويس عشان خاطر اوريكم الملوخيه بص عامله ازاي. هنا كانت لسه فيها تكتلات شويه، قلت اسيبها سخنه، انا مش مولعه النار، انا طافيه النار. آه فقعدت اقلب كل شويه فيها كده وارجعها ايه كويس عشان التكتلات تفك. وكنت بحمر في الشعر في نفس الوقت. ورحت عملت ايه بقى، رحت حطيت لها ميه وصبنت شويه المعين في الحوض، وقلت ارجع واوريكم وانا بعمل الطش. حطيت هنا كانت معلقه انا مفرزه الثوم في الفريزر، مستحيل انا وريتها لكم وانا قبل كده وانا بفرز الثوم. ماشي. جبت معلقه ثوم من الفريزر وقلت ايه احمرها بقى كويس كده. وبحب بعد ما اخلصها ادلق الملوخيه فوقيها. كنت بوريكم هنا هعمل القطايف، تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل القطايف ازاي. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد مني يا قمر. وقولوا لي ايه رايكم من نوع الفيديوهات ديت ولا نغيرها. هنا كنت بوريكم، على فكره انا كنت بكح بسبب ريحه التوم. كنت بوريكم هنا السوداني وجوز الهند وزبيب، كنت جايبه شويه كده ب15 جنيه.
من عند العطار، بيديكي كده شويه كده ب15 جنيه حلوين. يعني عملت القطايف وزيت. فتحت هنا كيس سكر عشان اوريكم ان انا احط كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، صح مش عارفه 3 كوبايات ميه بس. هنا انا كنت عملت لا هنا بقى هسيب السكر علشان خاطر اقلب التومه قبل ما تتحرق. هي لسه بدايه زي ما انتم شايفينها، لو قربت الكاميرا كده كويس هتشوفوها. هنا وطيت على الرز عشان لقيته فار، وطيت بقى عليه. هقلب التومه. بصوا بقى انا بحب اعمل كده، ادلق الملوخيه فوق التومه وبعد كده امسك الطبق ارجعه تاني في الحله. بصوا كنت بقول لكم انا بحب اعمل الحركه دي زي ما انا قلت لكم. هنا عايزه اقول لكم ان هو في المطبخ اتلسعت كذا لسعه وعادي، وعايزه بقى ابان ولا في اي حاجه حصلت اصلا، وانا اللسعه مش قادره اقول لكم وجعاني جدا وحرقاني بطريقه، حتى ما لحقتش اعملها بميه ساقعه مثلا او الكريم بتاع اللسع. عايزه انجز عشان التصوير وعشان الولاد كانوا في الكنيسه وجايين عايزين ياكلوا. بس كانت هنا عايزه شويه ملح. اه بصوا بقى دقتها، عايزه شويه ملح صغيرين يعني عشان حاطه 2 مرقه دجاج خضروات، فانا ما كنتش عايزه اكتر، حطيت شويه ملح صغيرين بس. الشربات بقى، الناس اللي بتعمل الشربات، في ناس بتعمل الشربات كده بالسكر وتحط عليها معلقه جلوكوز، بتجاب من عند بتاع الحلويات او من عند العطار لو عنده. بقولكوا هنا كوبايتين سكر على مش عارفه، حطيت كوبايتين ونص ميه وادي التانية ونص كوبايه ميه وكيس فانيليا، وتقلبوا بقى انت كده نص. بس قلبتها. وبحب بقى بص اقف في المطبخ، انا كده احب ابقى اقف في المطبخ نضيف، اعمل اكل، اعمل اي كان في المطبخ، كميه الاكل هعمله احب اسيب المطبخ نضيف. يعني عملت بتاعه الملوخيه الصينيه اللي عاملاها هنا، عامله عليها برضو صبنتها قصدي، ماشي. بس هنا بقى كنت عايزه اقلبها كويس، وبعد ما اقلبها ثواني هنا بسجل. عماله اقلب في السكر وبعد كده هحطه على النار. هنا بقى اوريكم بقى وانا بحشي القطايف. هنا شويه حشيتهم وقلت عايزه احشي قدامكم شويه. كنت جايباها من عند الراجل بيعمل قطايف، بس اللي هو ايه، مش هما اللي بيعملوا قطايف ذات نفسهم، لا ولد كده يعني بيبيع في عربية خشب كده، عارفين قصدي، عربية خشب كده واقف كده على جنب، بيبيع سمبوسة وقطايف وكنافة ورقاق طري و مش عارفة بيبيع حاجات معجنات زي كده. بس هو مش محل، هو بعربية خشب كده. ربنا يبارك له في رزقه يا رب ويوسعها على الناس كلها. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو ما اشتركتيش يلا بسرعة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. هنا بقول لكم الملوخية كده خلصتها، واللي هناك الشربات حتى النار باين، والرز موطيه عليه. بصوا بقى لما تكوني واقفة في المطبخ كده وايد هنا وايد هنا وايد هنا، هتلاقي نفسك على فكرة خلصتي وانجزتي بسرعة. عملت القطايف، يا خرابي يا خرابي على القطايف، جميلة جدا. كان اول ما جوزي قبض كان نفسي في القطايف، فقلت له عايزة قطايف. فلما جيت عملت جبنة قطايف، عايزة اقول لكم ب50 جنيه. قلت مين انزل هات لي كده قطايف ب50 جنيه. نزل جاب لي اقول لكم ايه 7 وحدات ب50 جنيه، 7 وحدات. طب انا جبت نص كيلو، وبصوا عملت كمية قد ايه، النص كيلو انا حاساه اكتر. بس وريتكم انا هنا عملت القطايف ازاي. هنا بقى كنت بحمرها، انا بحمرها في نص سوا، بصوا يعني كده مش باينه، كانت هتقع مني على فكره. بحب احمرها اللون الذهبي. وانا بقى ذات نفسي انا كهايدي بحب ان انا اكلها محمصه قوي، بجد بحبها محمصه جدا. بقولكم متنسوش اللايك ده، انا اليوم ده بجد تعبت في وقت طول اليوم في المطبخ. اول حاجه ما رضيتش اصور وانا بعمل المواعين عشان الوقت الفيديو، عملت المواعين وعملت البوتاجاز وكنست ونفت السجاده ومسح. وبعد كده قلت لا، انا لو ارتحت انا هكسل.
قلت بالمره اعمل اكل واخلص وانجز علشان خاطر اقعد ارتاح، عشان الولاد لما يحبوا ياكلوا ولا جوزي يبقى عايز ياكل الاكل موجود، ما اقعدش لسه هنفكر نعمل ايه ولا ناكل ايه، لا انجز. بصوا بقول لكم انا بحب اللون المحمص، انا بعشقها بجد بجد، بعشق القطايف. مين بيعشق القطايف زيي؟ اللي بيحب القطايف يكتب لي في الكومنتات يقول احنا بنحب القطايف. القطايف ولا الكنافه اكتر؟ مين بيحب الكنافه اكتر ولا القطايف اكتر؟ انا ادوني يا قطايف، بعشقها الصراحه، بس كتر الحاجات دي يا جماعه بتخن جدا. هنا بقول لكم على الشربات طفيتها، لازم الشربات دافي شويه، فكنت بقول لكم هنا لازم الحاجه تبقى بارده وحاجه تبقى سخنه. ف يعني القطايف أنا عشان بطلعها فمسيبها تبرد شويه عشان العسل هو اللي سخن بس. كده عماله اقلب في القطايف. خلاص كده هطلع القطايف وخلاص خلصت كده. هنا كده خلصت القطايف والشربات كان بارد. ال- الشربات دافي، لكن القطايف هي اللي بردت عشان لسه سخنه جدا. فرحت بقى قعدت بقى احط القطايف كده كويس، وقعدت اغرقها في العسل جدا جدا عشان تطلع كده شربة العسل ويبقى طعمها حلو. كان هنا بقى اخر لا هنا طلعت 4 قطايف، ناقص 4 تانيين وخلاص كده انا كده خلصت. فكنت سايبه بص دول ايه في العسل، في العسل او الشربات او القطر، اي حاجه يعني التلاتة دول اسم واحد على حسب كل بلد. بس فكنت هنا بقى بطلعها وخلاص كده يعتبر ايه خلصت. فاضل بس انا كنت خلصت هنا الرز خلصته وحطيته كمان على الرخامه بتاعه اللحوم. والدنيا بتبقى جميله كده ونضيفه وانتي بتخلصي الاكل واقفه كده في ريحه جميله والدنيا نضيفه. هنا البوتاجاز لقيته مش عارفه ليه حب كده مره واحده، لو كنت خدتوا بالكم. خلي بالكم انتوا بتعملوا الحاجات اللي على النار، وبالذات الحاجات اللي فيها الزيوت والحاجات ديت. بس كده هنا بصوا كنت بطلع الباقي. شفتوا سبتها يعني سبتها بقالها قد ايه، ما كترتش. بس جميله 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 بجد تحفه، تعالوا كلوا معانا. هنا كان اخر حاجه خلاص. كده خلصت الفيديو، يا رب ما كنتش طولت عليكم ووريتكم انا عملت ايه النهارده، وحبيت ابقى في المطبخ وانتوا معايا. انا عملت خلصت كده الرز عندي وخلصت الملوخيه، بس طبعا ما بغطيهاش عشان ما تسقطش. خلصت عندي هنا كانت القطايف وكانت جميله طعمها مش قادره اوصف لكم، تحفه بجد. ما تنسوش تشتركوا في القناه، اعملوا لايكات كتيره، وما تنسوش تشتركوا في القناه اول ما تنورني ستيك ولا تشتركي في القناه وفعلوا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.